كبة بوتيتو أو كبة شاب بعجينة خبل بنات تفتحوها وتشكلوها شلون ما تحبون وتنجح وياكم من أول مرة وأبد ما تنفتح وياكم أثناء القلي. حبات من البوتيتا كبار قطعتهم بشكل متساوي راح أسلقهم إلى أن يستوون بصورة كاملة. بعدها أول ما يطلعون هم وحارين أخلي عليهم ملح وأهرسهم بالبداية. أخلي عليهم كوب من الرز المطحون. أخذت رز كرشية وطحنته بالخلاط أو بالطاحونة إلى أن يصير ناعم. أخذت مني تقريبا كوب، انتو ضيفوه بالتدريج وعجنوه إلى أن تصير عجينة قابلة للتشكيل. بعدها أخلي بإيدي شوية زيت وأفتحها العرق شي ممكن وأخلي بيها الحشوة. راح أكتب لكم إياها بالتفصيل أسفل الفيديو. شكلوها شلون ما تحبون. وبعدها كملت باقي الكمية بنفس الطريقة. راح أقليها بزيت غزير بدرجة حرارة عالية إلا تاخذ لون من الأطراف. يلا تقلبوها على الجهة الثانية حتى لا تنفتح وياكم أثناء القلي. وبس والله بنات، اللي باقي من العجينة حشيت وياه جبن، طعمه كلش طيب وانطى إضافة طيبة. لا تنسون تتابعوني ميسري.